بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم محشي كرنب أبيض. أولا نأخذ الملفوف نقطعه من الوسط بسكينة، وبعدين نحطه على النار ينسلق، ونحط عليه موية حارة وشوية ملح، ونحط ورقة ونضغط عليها بالكبشة ونخليه ينسلق على النار لمدة 10 دقايق، وبعدين نصفيه في الصفاية ونخليه على جنب علشان ينشف. وفي شيبسي نفرده بسكينة، نقطعه إلى أطراف صغار، ونحط عليه خلطة المحاشي اللي سويناها من قبل، ونبدأ نلفه، ولما نخلص نقسمه على 2 قسم نرصه في كيس مظبوط ونحفظه في الفريزر، وقسم نطبخه في قدر على النار. نقشر البطاطس حلقات ونحطها في قدر، وبعدين نرص الملفوف مظبوط، ونسوي الخلطة المكونة من التوابل وزيت زيتون، نزيد عليها معجون طماطم نخلطها في الزبدية، وبعدين نصبها على الملفوف ونخليه ينطبخ على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. وبعد مرور 20 دقيقة ها هو الملفوف جاهز، ونرصه في صحن التقديم، ونزينه بحلقات الليمون وحلقة الطماطم، ونقدمه مع محشي العنب. وبألف صحتين وعافية.